يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، وجايلكم النهارده بحكايه جميله قوي من وقت القصه مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال ونتعلم حاجات حلوه. تعالوا نسمع القصه سوا ونشوف هنتعلم ايه النهارده. عنوان القصه: البطوطه روفان والتحدي الكبير. كان يا مكان في مزرعه جميله، كان فيها بطوطه صغننه واسمها روفان. كانت دايما نشيطة وبتحب تتعلم وبتحب تساعد كل الحيوانات في المزرعة. وفي يوم أعلن الديك الكبير عن تحدي، والتحدي ده اسمه الذكاء الكبير لكل صغار المزرعة. كل البط الصغنن قال: صعب جدا، مش هنعرف نشارك. لكن روفان رفعت جناحاتها وقالت بكل ثقة: أنا هجرب، حتى لو ما عرفتش أكسب، المهم إني هحاول. بدأت روفان تذاكر وتحفظ وتحل الألغاز كل يوم، وكانت ماما وبابا بيساعدوها ويشجعوها دايما. ولما جه يوم التحدي وقفت قدام كل الحيوانات، والإجابات كانت صعبة جدا، ولكن روفان استخدمت ذكائها وفكرت بكل هدوء وأجابت صح على كل الأسئلة. الديك الكبير قال بصوت عالي: برافو يا روفان، برافو يا روفان، انتي البطوطة الأذكى في المزرعة. وكل الحيوانات سقفوا وفرحوا جامد بيها. العبرة من القصة يا أطفال إن البطوطة روفان علمتنا إن الشجاعة مش بالحجم، لكن إننا نحاول ونجتهد ونصدق نفسنا، هي دي أهم حاجة. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.